تخيل معايا ان هذا الشاب اللي قدامك في التصويره وقع معاه واحد البلان قلبات الدنيا كامله في مصر. مباشره من بعد الدفن ديالو فاق وهو في الوسط ديال القبر. انا مش حاسس بحاجه، غسلوني وطلعت تسريح ومؤاخذه دفنوني مع والدي هنا. أول ما فتحت عينيك أنت جوه القبر متكفن. أول ما فتحت عينيك عرفت ان انا في القبر، فرحت بقى مصوت، لقيت شعر وقف، كان خيش من الاول، شيء لقيته طقطق، شلت الكفن وانا عريان. قعدت بقى صحف كده على ايديا زي العيال الصغير. لقيت إيه بقى اللي بيشدك؟ لقيت بعد ما قعدت بقى وصلت للسلم، لقيت حد شدني من الرجل دي، مسكني من الرجل دي وراح سايبني ونطرني على السلم، نطرت على السلم. القصه ديالنا كتبدا في العام ديال 2002. كان واحد الشاب بسيط سميتو حسين في واحد المنطقه في مصر سميتها الجماليه. هذا حسين هذا كان خدام تما في واحد القهوه، وتقريبا كيمشي من القهوه للدار ومن الدار للقهوه، وكان معروف عليه شاب ترونكيل وما كيبغيش الصداع، المهم نورمال. في واحد النهار فاش كان خدام في واحد القهوه، النص ديال النهار ديالو كان الصديق ولا خونا اللي غيجي رومبلاسيه في الخدمه ما جاش ذاك النهار، فاضطر الباترون ديال القهوه قال له علاش ما تكملش النهار ديالك كامل ومن بعد سير بحالك، يعني تخدم النهار كامل في القهوه 24 ساعه. هنايا بطبيعه الحال فاش جا مع 7 ديال الصباح مشى نيشان ينعس بطبيعه الحال حيت كان عيان ونهار كامل خدام غير بوحدو، راه ماشي سهله. هنايا مشى من 8 ديال الصباح بقى ناعس حتى 7 ديال العشيه. هنايا بطبيعه الحال الام ديالو جاتها غريبه ان الولد ديالي ينعس هذه المده كامله ومولفش كينعس بزاف، دونك مشات عنده وتشوف شنو كاين باش تفيقو وينوض وياكل شي حاجه ومن بعد يشوف شنو يدير. هنايا فاش جات الام ديالو تفيقو باش ينوض، خونا ما كيجاوبش وما كاين حتى شي رياكسيون من عند الدري. هنايا بدات كتفيقو ترش عليه الماء والو، فقررت انها تمشي عند الجيران قدامها ساكنين غير قدامها، وجاو الجيران وعياو ما يفيقوا حتى هما يكبوا في الماء، دير له هادي دير له هادي دير له كذا 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 والو، خونا ما كيفيقش حتى رياكسيون. ومن بعد داوه للسبيطار بطبيعه الحال باش يشوفوا شنو كاين ولا شنو كاين في الحاله ديالو. هنايا اول ما دار له الفحوصات قال الام ديالو باللي بان هذا الولد هذا كلا شي حاجه مسمومه ولا شي ماكله فايتله التاريخ ديال الصلاحيه. هنايا نيشان داروه في واحد لي ماشين ديال القلب ولي ماشين ديال الدماغ باش يشوفوا واش يقدروا يعتقوا الحاله ديالو ولا لا. ومن بعد بزاف ديال المحاولات ما كاين حتى شي استجابه من عند الدري. هنايا قرروا الاطباء انهم يفصلوا هاد خونا هذا على الاجهزه اللي كاينين في السبيطار، ومن بعد داروا له واحد الشهاده ديال الوفاه وعطاوها للام ديالو، وبداو في الاجراءات باش يخرجوه من السبيطار وصافي كان سيد رسميا متوفي. ومن بعد داوه للمقبره ديال العائله. تما كاين واحد البلان في مصر ما كيدفنوش كل واحد بوحدو، كاين واحد القبر مجموعين فيه العائله كاملين، دونك غادي يدفنوه في الوسط ديال العائله ديالو اللي هو الاب ديالو وشيخاه الا مات وجداته، المهم العائله كامله. وتل دابا كتبان لك الامور عاديه، وخونا توفى الله يرحمه وكل شيء غادي هو هذا، واحد مسكين مات وتدفن. ولكن داكشي اللي جاي من بعد هو اللي خلى هذه القصه هذه من ارعب القصص اللي وقعت في مصر في 2002. النهار الاول داز عادي على هاد حسين هذا، ولكن في النهار الثاني فاق ولقى بزاف ديال القطن في الوجه ديالو، ومنين ناض شويه ضرب راسو في السقف اللي كان قريب من الراس ديالو. وهنايا عاد عرف فين هو بالضبط، عرف راسو بانه تدفن وهو عايش. هنايا كيقول هاد السيد هذا من بعد ما فاق وعاق بانه مدفون، هنايا كان كيحاول يقيس دوك الناس ولا دوك الجثث ولا دوك الهياكل العظميه اللي كاينين تما قدامه، زائد انه بقى كيحاول يمشي يقلب على الباب باش يشوف ويدير شي محاوله يخرج من تما. وهنايا كيقول واحد اليد من تما شداته في الرجل ديالو وما بغاتش تطلق له. وهنايا دخل في واحد الحاله ديال الخلعه وخاف بزاف من داك البلان اللي وقع له. وهنايا بدا كيدق في الباب ديال القبر بالجهد وبواحد الحاله هستيريه، ولكن في ذاك الوقت كانت الجوج ديال الليل، وبطبيعه الحال المقابر في الجوج ديال الليل كيكونوا خاويين. هنايا بطبيعه الحال من كثره الغوات فكر مع راسو قال انا الا بقيت كنغوت هكا وكندق راه ما غاديش نسمع الناس اللي جايين. وهنايا قرر انه يسكت شويه ويسمع الا كانوا شي ناس دايزين من تما يبقى يدق ويغوت عليهم. ولكن كانوا بصح الناس كيدوزوا، ولكن بطبيعه الحال الناس ملي غيسمعوا الغوات مع الجوج الليل في المقابر ما غاديش يديوها في داك الشيء وغادي يهربوا بحالهم، ماشي غيفكروا يعتقوا داك خونا هذا. هنا بطبيعه الحال واحد الجوج من الدراري اللي كانوا دايزين في المقبره في داك الوقت سمعوا هذا الصوت هذا، ما مشاوش لذاك القبر ولكن مشاو عند السيد اللي مكلف بالمقبره، هو اللي كيحل وكيحفر وكيسد، المهم اللي مكلف بديك المقبره هذه، وجاو معاه. وهنايا هاد خونا هذا دق على داك القبر وقال شكون اللي كاين هنا. وداك السيد اللي داخل حسين كيقول له غير فتح راه انايا، انا راه ما موتش، انا راه مازال عايش. ولكن داك مول المقبره ما تيقش في الاول، كيقول له واش انت جن؟ الاخر كيحلف له كيقول له والله ما جن، انا راه بشر وراني مدفون هنايا عايش، غير فتح لي. هنايا بطبيعه الحال داك السيد اللي مكلف بالمقبره ما بغاش يحل القبر بحكم ما عندوش لوتوريزاسيون وما عندوش السلطه باش يحل ديك القبر هذه. هنا عيط للنيابه وعيط للبوليس، وهنايا فاش جاو عطاوه الاذن باش يفتح هذا القبر ويشوف شنو كاين لداخل. ومنين تفتح القبر كانت الصدمه، هذاك السيد اللي مكلف بالمقبره هو اللي دفن حسين بيده، وكيقول
كيقول بان الوزن ديالو تبدل بزاف حيتاش ضعف بزاف وما بقاش نفس السيد اللي تدفن في الاول، والشعر ديالو طالع في السماء بحال ضربوا الضوء. ومن بعد داك حسين واخا حلوا له القبر ما سكتش من الغوات، بقى كيغوت واخا الناس والبوليس قدامه وكل شيء، ولكن ما بغاش يسكت من الغوات. هنايا داك مول المقبره فاش شاف هذا البلان والديكور والسيد خرج من القبر سكت له القلب ومات في البلاصه. هنايا بطبيعه الحال خرج من القبر وبقى كيجري وهو حرفيا ما لابس حتى شي حاجه. واحد السيده شافته تما ما عرفت كيفاش دارت صبرات على هذا البلان، ولكن عطاته واحد اللعيبه يلبسها، ومن بعد شدوه البوليس وداوه للسبيطار باش يشوفوا الحاله ديالو. هنايا منين علموا الام ديالو قالوا له بان الابن ديالك راه في السبيطار. تخيل معايا انت جالس في الدار حتى كيقول لك اجي راه شي واحد دفنتيه نتايا راه كاين معنا في السبيطار. ومنين مشات الام ديالو للسبيطار وشافت داك المنظر اللي الابن ديالها فيه، حتى هي جاتها سكته قلبيه وتوفات في البلاصه بحال داك السيد اللي مكلف بالمقبار. زائد ان القصه ديال حسين في داك الوقت دارت البوز بواحد الشكل كبير وفي مصر كامله، ولدرجه انه بزاف ديال القنوات في التلفازه داروا الانترفيو مع هاد حسين. جت بقى واحده جريت راحت جايبه لي ملايه وسطرتني بيها، اتصلوا بالاسعاف جاب خدوني راحوا ودينا المستشفى تاني احمد ماهر تاني. سبحان الله يعني جيت طلعت من المستشفى رحت المستشفى احمد ماهر تاني. قعدت بقى 3 اشهر ما اتكلمش، مكمل لي محاليل هنا عشان الدم يجري في جسمي تاني، عشان الدم يرجع لي تاني. انا كنت مصفي يعني، قعدت يومين الصفي جسمي الدم الصفى من جريت. انت قعدت 5 ايام 3 ايام في غيبوبه ويومين ما اصوت عشان حد يسمعني، وانا كل دم ينزل من رجلي من رجلي دي، حتى لسه موجوده لحد دلوقتي. بس حبيبي طلع ان الغيبوبه جات لك من ايه اساسا؟ سكر. غير السكر، كان عندي السكر يعني، كان والدي توفى وزعلت عليه، فلما كبرت السكر اثر عليا. رحت بقى المستشفى قعدت 13 ما اتكلمش، ركب لي محاليل هنا. ولكن المصائب لا تاتي فرادى. هنا خونا هذا منين مشى للسبيطار، الناس اللي كانوا معاه في السبيطار ناعسين تما، منين عرفوا ولا سمعوا القصه ديال هذا خونا هذا، ما بقى حتى شي واحد في ديك لي شومبر ديال السبيطار، كاملين هربوا من تما. ما نعرف الله اعلم، خافوا ولا تنوا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ما بقى حتى شي واحد في ديك السبيطار. وهنا هذا حسين هذا داك الرجل شدوا منا شي واحد في المقبره اللي مازال هو ما عارف لحد الان شكون، بقات مشلوله وما كيقدرش يحركها. ومنين خرج حسين من السبيطار ولا منبود ما بقى كيهضر معاه حتى شي واحد، حرفيا حتى شي واحد ما كيقدر يهضر معاه، حتى شي واحد ما كيقدر يدخلو، حتى شي واحد ما كيقدر يجلس معاه. حاجه صعيبه بزاف. لونتوراج ديالو الاصدقاء ديالو كاملين بما فيهم حتى المقربين، حتى شي واحد ما بقى كيهضر معاه، حتى شي واحد ما بقى كيعمر معاه، وحتى شي واحد ما متيق ان هذا السيد هذا دخل المقبره ودوز تما يومين ومن بعد خرج. كيقولوا بان هذا راه شي شيطان ولا شي جن ولا شي حاجه بحال هكا. المهم خونا ولا بوحدو، حتى شي واحد ما كيعمر معاه. وهنا هذا حسين كان خاطب ديجا واحد البنت من قبل، ومنين مشى باش يحاول يرجع معها بطبيعه الحال هي رفضات والعائله ديالهم رفضات. وفي واحد اللقاء ولا في واحد الانترفيو داروه معاه قال اكفس لحظه في الحياه ديالي ماشي هي منين كنت في المقبره، ولكن اكفس لحظه هي انني منين خرجت من المقبره وبقيت عايش في وسط الناس وحتى شي واحد ما كيعبرني وحتى شي واحد ما كيديها فيا. وكيقول بان هذه المقبره خدات مني الحياه ديالي، تسبات في الشلل ديال الرجلين ديالي، وتسبات في الوفاه ديال هذاك السيد اللي مقابل المقبره، وتسبات في الوفاه ديال الام ديالو اللي كانت اقرب الناس ليلو. وكيقول التجربه اللي دوزت منها من اكفس التجارب اللي دوزت في حياتي، وليت منبود بين الناس. انا عايش في الوسط ديال الناس وكاين، ولكن حتى شي واحد ما حاسبني عايش، كلشي حاسبني متوفي. لما رحت تروي مات سنده اتربط، قعدت 13 ما اتكلمش. بقى ركبوا لي محاليل هنا، محاليل عشان محاليل ملح وكده يعني، عشان جسمي دم يجري في جسمي تاني 3 اشهر. يعني انا بس اعذرني يعني انه ايه الناس ممكن وهي بتسمعنا دلوقتي يعني ممكن البعض يقول ايه انتوا قاعدين بتحكوا قصص، ما ان الكلام ده مش انا بس يعني الله، انا قلت في البدايه خالص ان ربنا شهيد على صدقك في حاجتك يعني طبعا انا بس مش اعذرني انه انت بس ايه انا اطلب منك بس ان انت تبقى تقسم على اللي بيحصل ده يعني والله ده حصل، والله العظيم ده حصل. تمام. الله المستعان. وبعدين رجليا الاثنين يعني بيجي في الشتاء يخف، بيجي في الصيف يرجعوا تاني. ما هم موجودين اهو. الحادثه دي حصلت سنه كام؟ من بعد هذه القصه غيجيو بزاف ديال الاسئله في الراس ديالك. كيفاش هذا خونا قدر عايش من بعد ما شخصوا له الحاله ديالو في السبيطار وقالوا بان هذا خونا صافي رسميا راه توفى، ومن بعد عاش؟ كيفاش هذا البلان؟ هنايا بزاف ديال الناس كلها وشنو كيقول، ولكن كاينه واحد الظاهره طبيه نادره بزاف سميتها الموت الظاهر. في هذه الحاله هذه بالضبط النبضات ديال القلب ديال الانسان كتنخفض بواحد الشكل كبير بزاف، حتى لي ماشين ديال السبيطار ما كيقدروش يديتكتيو الدقات ديال القلب. وبزاف ديال الناس في السبيطارات كانت
كتجيهم هاد البلان، ولكن من بعد واحد دقائق قليلين كيرجع القلب ديالهم ينبض بشكل عادي، ولكن هذاك كيكتشفوهم في السبيطار ما كيمشيوش للمقابر. ودابا بقات حاجه وحده ولا سؤال واحد، كيفاش انت كتشخص الحاله ديال هاد حسين هذا، وكيفاش الاطباء بالاجهزه ديالهم المتطوره كاملين ما قدروش يعرفوا بان هاد السيد راه مازال عايش. وهكا كنكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما تنساش تخلي لي الراي ديالك في كومونتير بطبيعه الحال، بارطاجي الفيديو معاك، وصافي هادشي اللي كاين، ونشوفك فيديو جاي.